ورحمة الله وبركاته. هوريكم دلوقتي بعض الصور المنشورة على الفيسبوك ان في سحر معمول لإمام عاشور. بالنسبة لي قبل كده حد قال لي لا بس مش لدرجة الكورة. بصوا يا جماعة، اللي السحر عموما هو فشل في ايه؟ في اي مجال انت بتشتغلي فيه، كورة، تمثيل، مديرة، موظفة، محصل مية، بتشتغلي في شركة، بتشتغلي في مدرسة، اي مجال انت بتشتغلي فيه. طب لو انت متجوزة يبقى السحر متسلط على دمار البيت، مشاكل، قلة ادب، شتيمة بالاب والام. واخدين بالكم؟ هوريكم دلوقتي بعض الصور، وطبعا التفكير الزايد لانه بيبقى شيطان متسلط على الدماغ، وعلى حسب بقى سواء يكون شيطان او جن واحد او عدد من او قبيلة زي حالتي كده موجودة في البيت وموجودة في دماغي وفي جسمي. وده اللي بيخليني طبعا عصبية، توتر، قلق، احساس بعدم الامن والامان، بتعب، باخد علاج مش لاقيه نتيجة. الكلام ده بقاله سنين. تعالوا بقى اوريكم الصور اللي بتوثق الحاجات دي. طبعا زي ما قلت مسار السحر زي انا وفتحي كده بيبقى مشاكل، عصبية، قلق، والاخر يقولك اصل هي ما عرفتش تعاشره، اصل هو نغش وهي يعني لو مؤاخذة يعني مش هي بوسي. فانتي مرحمتيش، انا تعمل لي سحر من ايام الخطوبة وقبل الخطوبة كمان. بايه؟ زي ما قلت مميسة جات قالت ان في واحدة غلبانة وعايزة هدوم، فماما اديتها الهدوم، حنان مرضتش تديلها، راحت راجعة واخدة. قالت لا ده العيال بيعيطوا. وبعد كده لقيت عيال ام عبده دحروج كانوا لابسين اللبس بتاعنا، بس انا ما كنتش اعرفهم، ما كانش في احتكاك. فبيبقى بقى اللي هو جوزك عايز يضربك، مشاكل على طول، عصبية، نار في البيت. وماما الله يرحمها عاشت نفس التجربة مع بابا. كنت اما بقرر الانفصال او ان انا اتطلق باجي الاقي مشاكل هنا على طول، والضر مش مستحملة اي حاجة، بروح راجعة تاني. فماما يا عيني انا هنا بوثق ان ماما عاشت نفس العذاب. وكان يقولك لا ده ام امل بتقول كده عشان ما تتحسدش، ولا عايشة ببيت طويل عريض يا مبوسي. شفت البيت الطويل العريض اللي انا عايشة فيه؟ انا بستغرب، بس الحمد لله على ستره. بس ما يبقى مليان بالعفاريت، اما يبقى اوضتين بصالة بمنافعهم يا مبوسي. امال لو كانت عمارة باسانسير، امال لو كان تشطيب لوكس، امال لو كان بيت سعادة وهنا واستقرار زي ما انتوا عشتوا 27 سنة، كنت قلت ايه يا مبوسي؟ طول عمركم اغبياء. ماما ربتكم على رأي ماما الله يرحمها قبل ما تموت، قالت انا ربيت شوية كلاب، سواء انتي او جيمي او خالي محمد. يمكن اكتر واحد طبعا اصيل هو خالي نبيل اللي واقف معانا للنهاية. انا عايزة هنا اوريكم ان انا قمت من النوم، او ابو عبده جارنا بيفتح الدكان لقى كيس مليان قش او قش، شوفوا انتوا بتقولي على حسب البيئة او اللهجة المحلية. الراجل استغرب لان الشمس ضاربة فيه، فقال الصباح العسل دي مين اللي جاب القش هنا؟ طبعا ايام زمان كنت على طول بلاقي ام ميسة بتحط قش وحاجات مريبة كده على البلكونة، كان جسمنا بيكش منها بس ما كناش بقى مركزين معاها. اكتشفت ان هنا السحر بيتعمل على حشائش الارض او المقابر، يعني بياخدوا زي ما انتوا شايفين كده اهي. يا مبوسي ايه رأيك في السحر ده يا مبوسي؟ ولا ضحك عليكي بكلمتين ناعمين؟ ولا حط صورة بنتك عشان تدوقي من القلق اللي انا دقت منه، عشان ترحموا بلسانكم. هنا العثور على اعمال سحر اسود بمقابر شبرخيط في البحيرة. تمام. فبيتعمل زي ما قلت على قش، على مكونات التربة، في طبعا هوائي ومائي ولمائي ومش عارفة ايه، في كذا نوع. طيب القش بقى او القش اللي بيتعمل ده بيتعمل عشان كالنار في الهشيم، في حكمة او بيت شعر بيقولك كالنار في الهشيم، اللي هو يولع النار زي ما انتوا شايفين. هو هنا بيحرق الاعمال، بس انا ده بيشبهه ان هو يولع في البيت،
يولع في البيت، بمعنى ايه؟ يعمل حريقة في البيت. وده اللي كان بيحصل. محمد الله يرحمه يتعارك مع ماما، يعوز يضربها، بابا يجي يتعارك، مشاكل. ماما تقوم تشغل القرآن، أعوذ بالله من غضب الله. فأراد يا ماما ربنا سبحانه وتعالى بعد السنين دي كلها ان انا اوثق ان في اذية، ان انا اوثق اني ام ميسة. هوريكم دلوقتي الكيس بتاع الايه اهو، كان نور في الهشيم بياخدوا زي ما قلت. يعني اما بيت الميتين اللي احنا كلنا هنروحوا فيه لأصول نتعظوا، بيتعمل فيه أسحار. وكمان في بعض الأعمال والأسحار بتتحط جوه بق الناس الميتين أو جنب الميت. يبقى الساحر بقى هتقولي ايه؟ مكانس القش مقابل الخيول المسحورة. ومن خلال عيبهن الثاني المتمثل في الاستسلام للعواطف يتمكن منهن جنون الانتقام يا يمبوسي، جنون الانتقام يا كوكي، ويلجؤون إلى تنفيذ ذلك بالسحر. شايفين جنون الانتقام دي؟ شايفين الاستسلام للعواطف اللي هو بيبقى بالبلدي كده معمول سحر، اللي انا كنت دايما بقول معمول سحر على الخيول، سحر على قطة، على كلب، على على ايه تاني، على قرموط، على واخدين بالكم؟ وبيبتدي من هنا بقى، هنا بقى اللي هو في ناس شككت في الموضوع ده. حد نشر مش عارف، احساس اي شخص هيشوف انه معمول له حاجة زي كده هيكون تأثيرها ايه عليه. طبعا دعاء يبطل السحر. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات. اللهم صل وزد وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنك حميد مجيد. طبعا في قالوا إن بعض المواقع المجهولة نشرت إني معمول له سحر، وده بيفسر إني تعمل له سحر مرض زي اللي تعمل لي اللاعب السابق، اللي هو أنا ما بعرفش الأسماء، اللي هو إمام عاشور، أو أنا ماليش في الكورة. بس الموضوع فعلا هز السوشيال ميديا، وقال لك ان فعلا تم العثور على سحر معمول له. ده بيفسر اني على طول الزمالك ما بتغلبش. تعالوا بقى نشوفوا بعض الصور بتاعته مميزة. بصوا هنا اللي مش باين قوي اللي هو الكيس، هوريهولكم زاوية تانية اهو. طبعا الشمس ضاربة فيه فاللون الاصفر ضارب في الوش، وحتى ابو عبده خد باله. اهو بصوا بقى هنا اهي، شايفين كده؟ هو كان كيس لوحده، وبعدين في ناس جابت زبالة حواليه، ولكن هو ده من اول اليوم لوحده اهو. حاولت اصوره لكم اهو، ايش اهو، عشان ايه؟ افتح الشباك الاقي الصفار في وشي. مش كفايه الصفار اللي هي عملته لنا من 26 سنة اهو يا جماعة من على قريب. طبعا الحاجات دي على طول كانت بتترمي. اي بقى اعشاب بيحطوها عليها، طلاسم عليها، انتوا واخدين بالكم؟ الموضوع ما بيتمش كده هباء منصورة. لا، دي واحدة بتتعامل مع ساحر من 26 سنة، قاعدة بتتنطط زي الكلبة المسعورة. بنتها قاعدة تقول لها يما ادخلي مش داخلة، يما ادخلي مش داخلة. هنا بقى عايزة اوريكم ان الجهة التانية، الجهة اللي هناك دي زبالة عادية، كيس ابيض شوية كراكيب. دي ما يتخافش منها. اللي تخاف منها بقى تعالوا بقى نشوفوها اهو. شايفين كده اهي؟ ده بقى ايوه هنا اوضح اهو. قش بقى، نشارة خشب، حاجات من دي كلها. زي ما قلت حشائش الارض بتبقى بيئة صالحة للسحر، واخدين بالكم؟ بيئة صالحة للسحر. يعني يتعمل لك سحر انتقام او سحر جنون، ده معناه ايه؟ ده معناه بالبلدي خالص اللي انت بتجيبي كأنك بتجيبي، ودي حصلت في افلام كتيرة. بتجيبي واحد عايزة تاخدي الورث بتاعه، بتدخلي مصحة عقلية، وبيتم التعامل معاه. بتبقي انت متسلطة، بتتفقي مع دكتور ان يديه حقن
تعمل خلل في الدماغ، تعمل هيجان عصبي، تعمل اكتئاب، إحباط، فقد للذاكرة، تعمل هيجان، تعمل توهان. ومن هنا بيتم الحجر عليه، وبتجيبي تقرير من الدكتور ان هو عنده خلل عقلي ونفسي، وبيتم طبعا بيبقى ردات فعله بيصوت، بيلطم، بيبقى زي الكلب المسعور. مش يا مبوسي؟ عرفتي انا بضحك عليه بكلمتين ناعمين. فالموضوع يا جماعة يعني ام ميسة دلوقتي الأصول إني بتحضر لي فرح حفيدتها خلاص خلال أيام. كل فرح كنا بنلاقي حاجات مرشوشة، العصاية اللي عليها زهرة، قش، عين عفريت، حاجات بتترمي لنا من سنين ما كناش لاقيين لها تفسير. دلوقتي ربنا ألهمني ان انا بجمع الخيوط جنب بعضها. بس اصعب حاجة ان انتي قاعدة بتتعذبي بألم، مش عايشة بما يرضي الله، او ربنا ما جابلكيش حقك منهم بالبلدي بعد 26 سنة.